فأنت بمجرد إن أنت تقدر تدخل لأماكن للتدريب، لإن أنت طالب جامعة ومحتاجين طلبة جامعة يتدربوا مجانًا دلوقتي، مجرد دخولك للأماكن دي بيهيئك لإن أنت تحتك بسوق العمل وتفهم الفارق بين النظري والتطبيقي، الفارق بين اللي أنت بتدرسه في الكلية والحقيقة في سوق العمل شكلها إيه، وتقدر تكوّن علاقات ومعارف. النهارده اشتغلت في القسم ده، بعد أسبوع اشتغلت في القسم التاني، اتعلّمت حاجات جديدة، تم تحميلك مهمات تانية، فالمهمات دي أضافت ليك مهنيًا وقدرت تعمل علاقات مع أشخاص كتير في سوق العمل. الأشخاص دول لمّا تيجي تتخرّج تقدر تكلّم شخص منهم، والله أنا اتخرّجت عايز أعرف في شركة الشركة عندكم فيها فرص عمل والّا لأ؟ أو تلاقي إن حد منهم يعرف إنه محتاجين في القسم بتاعه حد يشيل شغل معيّن أو وظايف معيّنة، فهتلاقيه بيكلمك، بيقول لك والله يا فلان إحنا عايزين حد في الposition ده ييجي يشيل شغل، إيه رأيك تيجي تشيل معانا؟